السلام عليكم يا شباب. بدون مقدمات كتير، بما ان المانيا فيها نقص كتير في العمالة، وان في ناس كتيرة جدا واخدة المانيا كواجهتها انها تروح تشتغل او تبني مستقبلها هناك، فحبيت اتكلم معاكم النهاردة عن 10 مهن من اعلى المرتبات هنا في المانيا. وخد بالك ان ال10 وظائف او ال10 مهن دول من اعلى المرتبات هنا في المانيا، مش اعلى المرتبات بشكل عام هنا في المانيا، بمعنى ان دول من اعلى المرتبات. اكيد بيبقى في مرتبات اعلى من كده، بس الوظائف والمهن اللي انا هتكلم معاكم فيها هي المهن اللي انا شايفها مهمة للناس اللي جاية هنا ناوية تدرس او ناوية تشتغل. وفي مهن تانية انا مش هتكلم عنها، زي مثلا مهنة الوزير او مهنة الرئيس، او المهن دي انا مش هحتاج اتكلم عنها لان دي مش هتكون مهمة بالنسبة لواحد مهاجر او جاي من بلد عربية او واحد مسافر دراسة او بحث عن عمل. فبالتالي هقول لكم برضو على الوظائف اللي هي مطلوبة في سوق العمل كمان بشكل كبير. وقبل ما ابدا اتكلم عن الوظائف دي، في حاجة عايزك تاخد بالك منها كويس، ان التقسيمة الجغرافية لألمانيا بتلعب دور كبير جدا في اسعار المرتبات. يعني المرتبات بتختلف من ولاية لولاية هنا في ألمانيا، وكمان بيختلف عن نوع وحجم الشركة او المنشأة او المستشفى اللي الشخص شغال فيها. فمثلا لو كان طبيب، في حجم المستشفى ومكانها هنا في ألمانيا هيلعب دور كبير جدا في المرتب بتاعه، سواء كان الشهري او السنوي. وكمان الاسعار اللي انا هقولها في الفيديو دي هتكون كلها بروتو، يعني قبل خصم الضرائب. قبل ما نبدا نتكلم عن الوظائف، تعالوا اكلمكم في الاول خالص عن المرتبات هنا في المانيا، والحد الادنى ليها كان كام، وفي السنه اللي احنا فيها دي حاليا بقى كام، وان شاء الله هيوصل في المستقبل كام. في سنه 2021 كان الحد الادنى لساعه العمل الواحده 9 يورو و50 سنت، وبعد كده في خلال سنه 2021 ارتفع السعر ده وبقى 9 يورو و60 سنت في خلال ساعة العمل الواحدة. وبعد كده في 2022 وصل سعر ساعة العمل الواحدة 12 يورو، ومن ساعتها لحد لحظتنا دي وسعر ساعة العمل هي لسه زي ما هي ثابتة 12 يورو في الساعة. في تنبؤات كتيرة جدا ان سعر الساعة هيرتفع ان شاء الله في الشهور والسنين اللي جاية، بس لحد اللحظة دي هو لسه ثابت على 12 يورو لساعة العمل هنا في ألمانيا كحد أدنى. والمقصود بكلمة حد أدنى يعني ما ينفعش صاحب العمل أو صاحب الشركة يديك اقل من الحد الادنى ده. يعني ما ينفعش ايا كانت مهنتك ايه انك تاخد في المانيا اقل من 12 يورو في الساعه. مفيش صاحب عمل يقدر يعمل كده، ولا في شركه تقدر تعمل كده، الا طبعا الناس اللي شغاله في الاسود دول على جنب ملناش علاقه بيهم. انا دلوقتي بتكلم على اللي شغال اوفيشال، شغال بشكل رسمي هنا في المانيا. فكده انت عرفت الحد الادنى لساعه العمل في المانيا سنه 2021 كانت كام، والحد دلوقتي كام. وعلشان لما اي حد بيدور على جوجل على اعلى المهن رواتب في المانيا مش بيلاقي رد واحد او رد ثابت من اي موقع ايا كان. وكمان اخواتنا اللي على اليوتيوب من السنه اللي فاتت وكانوا بيتكلموا على الرواتب دي، فبالتالي لقيت ان الفيديوهات اللي الناس بتتكلم فيها عن المرتبات في المانيا من السنه اللي فاتت، وطبعا حصل تغييرات كتير. فحبيت اسهل عليك واوفر عليك واجيب لك المعلومات دي لحد عندك. واي معلومه انا بشاركها في الفيديو كون متاكد 100% اللي انا بكون متاكد من المعلومه دي بنسبه 100% قبل ما اطلع اقولها. مش بجيب معلومه من على النت وبطلع اقولها لكم بشكل عشوائي، بكون اتاكدت منها من مصادر كتيره جدا، سواء كان اشخاص المان بيفتحوا مواقع معتمده من الدوله فيها معلومات ثابته وصحيحه بنسبه 100%، او زملاء في العمل بس شغالين في اقسام تانية فاحنا بنشارك المعلومات مع بعض، او من خلال ناس بالفعل في التدريب المهني ده او في الدراسه دي. والمعلومات اللي اتجمعت كلها بتتناقش مع اشخاص المان واشخاص موظفين في جهات حكوميه هنا. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده علشان المقدمه طولت مننا، بس انا كنت عايز اوضح لك كل حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي هعرض عليكم المهن من الاعلى للادنى. من اعلى المرتبات هنا في المانيا وهو مرتب رئيس القسم الطبي، ودي حاجة تختلف كتيرة جدا عن الدكتور العادي. ورؤساء الأقسام الطبية مرتباتهم بتكون عالية جدا، ده لأن خبرتهم بتكون عالية جدا في مجال الطب، وكمان بيكون عندهم مسؤولية عالية جدا. ومرتب رئيس القسم الطبي بيتراوح من 196 ألف يورو ل 212 ألف يورو سنويا. تاني وظيفة معانا ودي حلم ناس كتيرة جدا وهي الطيار. والطيار بيوصل دخله ل 120 ألف يورو سنويا، يعني تقريبا ال 10,000 يورو شهريا. والوظيفة الثالثة معانا وهو الدكتور أو الطبيب العادي.
ودخله السنوي بيوصل من 90,000 ل 98,000 يورو سنويا. بالوظيفة رقم 4 معانا وهو مراقب الحركة الجوية، اللي دخله السنوي بيوصل ل 97,000 يورو. وبعد كده يجي معانا في المرتبة الخامسة مدير المبيعات، اللي دخله السنوي ممكن يوصل ل 95,000 يورو سنويا، يعني حوالي 7,900 يورو شهريا. وما تنسوش كل الرواتب اللي احنا بنتكلم عنها دي قبل خصم الضرائب. وبعد كده الوظيفة اللي هتيجي معانا في الترتيب السادس وهي رئيس قسم تكنولوجيا ومعلومات، اللي دخله السنوي بيوصل ل 88,800 يورو سنويا، يعني حوالي 7,400 يورو في الشهر. ورقم 7 معانا وهو هيكون المحامي، اللي دخله السنوي ممكن يوصل ل 74,000 يورو سنويا. وبعد كده يجي القاضي. طبعا انا عارف انت بتسأل نفسك في نفس اللحظة دي ازاي المحامي مرتبه جه قبل القاضي، معنى كده ان القاضي مرتبه اقل من المحامي. والحقيقة ان هو كده فعلا، لان المحامي هنا فعلا ساعة العمل بتاعته بتبقى عالية جدا، وبالذات لما بيكون ماسك قضايا كبيرة. ففي احيان كتيرة جدا القواضي اللي المحامي بيبقى ماسكها لو عنده مكتب محاماة بتدخله دخل اكبر من دخل القاضي بكتير، مش بكتير قوي يعني، بس بتدخله دخل احسن من بتاع القاضي، مع ان قوة المهنة نفسها اقل من القاضي، والمفروض ان العكس هو اللي يحصل. بس هو الموضوع هنا مختلف شويه. الشمس دلوقتي طلعت وضربه في وشي اهي، وهو ده الجو في المانيا مثلا. يعني انا قاعد طول الفيديو الجو كان فيه شويه رياح، والجو كان مغيم، وكانت ضلمه ورايا زي ما انتم ما شايفين. حتى انا لابس تقيل شويه علشان فعلا الجو برد. دلوقتي الشمس طلعت بحراره كمان، تحس ان في حراره جت عليك، وكمان طالعه ضربه في الوش، ومفيش سحاب في الحته دي دلوقتي. ودي نبذه صغيره عن الجو هنا في المانيا. يلا بقى نكمل واقول لكم القاضي ده دخله السنوي كام. دخل القاضي السنوي 67,000 يورو سنويا، انما احنا قلنا المحامي دخله 74,000 يورو سنويا، فاكبر من القاضي. يجي معانا في الترتيب رقم 9 المهندس، اللي دخله السنوي ممكن يوصل ل 66,000 يورو سنويا. والمهنة الأخيرة ورقم 10 معانا وهي مهنة المحاسب في بنك، اللي دخله السنوي بيوصل ل 60,000 يورو سنويا. بعد ما سمعنا ال10 وظائف اللي من أعلى المرتبات هنا في ألمانيا، عايز أتكلم معاكم في كام نقطة. أولا، المرتبات دي مش ثابتة في كل الولايات في ألمانيا، يعني وارد جدا إنك تلاقي نفس الوظائف دي في أماكن مختلفة في ألمانيا بأسعار مختلفة، ووارد جدا على مدار الوقت يحصل تغييرات كتير. وكمان زي ما أنا ما قلت لك في أول الفيديو، المهن دي من أعلى المرتبات في ألمانيا، ولكن هي مش أعلى المرتبات في ألمانيا، في مرتبات اعلى من كده بكتير جدا. لكن انا اختصرت وظائف كتيره زي مثلا رائد الفضاء او الوزير او المحافظ والكلام ده كله، اللي انا عارف ان مش كل الناس هتبقى مهتمه اللي هي تعرف ايه النظام بتاعه ماشي ازاي. الفيديو ده مش هيكون طويل في الوقت، لان انا كنت عايز اتكلم معاكم باختصار وبشكل عام عن المرتبات وايه الوظائف اللي مطلوبه هنا في المانيا وايه المرتبات العاليه هنا في المانيا. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه في سلسله هتتعمل عن الوظائف دي، كل وظيفة لوحدها. هتكلم معاكم ان شاء الله عن ايه متطلبات الوظيفة دي، واي شخص المفروض يعمل ايه بالظبط علشان يلتحق بالوظيفة دي او بالتدريب المهني ده، والمرتبات بتكون كام اثناء الدراسة في اول سنة وتاني سنة وبعد التخرج، وكمان بعد ما يعدي وقت ويكون عندك شهادات خبرة في المجال بتاعك. هنتكلم عن كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل. لو ليك اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا هحاول ان شاء الله ارد على كل تعليقاتكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تدوس لايك، لان اللايك ده بيساعد ان الفيديو ينتشر ويوصل لعدد ناس اكبر، وناس تانية ممكن تستفاد منه. ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناة اشترك علشان تشوف بقية الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.